السلام عليكم. لكل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يا ريت يكمل معايا الفيديو للاخر لان الفيديو فيه تفاصيل مهمة جدا. تابعوا معايا الفيديو. احمد مجدي او زي ما معروف كده بعريس المرج، طبعا القصة دي حزنتني جدا جدا لان بصراحة الوضع بقى مريب، وهو ضحية السوشيال ميديا او ضحية التيك توك. بتقعد على التيك توك بالساعات وما بتقدرش تعمل اي حاجة في البيت او ما بترضاش يعني. بكلام اخواته البنات ان كل لما بيلمحوها او بيشوفوها صدفة بيلاقوا التليفون في ايديها، يعني التليفون ما بيفارقش ايديها خالص. وبكلام هبة المتهمة انها قالت لرئيس النيابة ان هو اتعارك معاها بسبب ان هي ما عملتش الغدا، فهو اتعارك معاها ووصل بيهم الامر انها قتلته من غير ما تقصد. يعني انا مش فاهمة ازاي كلمة من غير ما تقصد دي. هي ما عندهاش وقت لشغل البيت، طب كانت بتتجوز ليه؟ لا، واللي يوصف الموضوع ان ابن عمها وابن عمتها بيقول البنت غلبانة جدا والبنت مظلومة. طب مظلومة ازاي وهي قتلته اصلا؟ بجد الموضوع خطير جدا، خصوصا ان هي عندها 22 سنة وهو لسه في عز شبابه، الله يرحمه يا رب ويصبر اخواته البنات، عنده 25 سنة. اختصار وسريعا كده هقول لكم القصة كاملة. كان سواق على توك توك وكان بيوصل جارتهم لمنطقة معينة، فشاف هبة هناك عجب بيها جدا، تقدم لها وخطبها وجهز عش الزوجية بالكامل. كل حاجة هو جابها، وكان بيقول لاخواته البنات ربنا يرحمه يا رب ويصبر اخواته ان هو مش عايز يعمل اي حاجه وحشه في شقته علشان ما يتجددش فيها بعد كده. ملحقش يفرح بشقته، هو كان في حنه واحد صاحبه، وبعدين هي اتصلت بيه وقالت له تعالى يا احمد. فاحمد روح البيت علشان يغير هدومه وياكل لقمه وكمان يشحن التليفون بتاعه. بيقول لها على الغدا، بتقول له انا ما عملتش غدا. فحصلت مشكله بسيطه ما بينهم زي اي اتنين ما بيحصل ما بينهم مشاكل، لكن توصل للقتل. طب انتي قتلتيه ليه؟ انتي مش قد المسؤوليه، كنت ممكن تطلقي. والغريب كمان في الموضوع ان ابن عمها نزل فيديوهات على تيك توك وبيقول ان البنت دي مظلومه وبريئه وان حقها هيرجع قريب. ازاي مظلومه وهي قتلت؟ طيب خلاص لو نفترض ان هي مظلومه، انت ممكن تدخل بدلها السجن. وكمان بيقول ان البنت دي غلبانه جدا، يعني هي غلبانه جدا، فالمفروض ده ان احنا نتعاطف معاها مثلا ولا ايه؟ هي قتلته ما كانتش تقصد، ايه اللي خلاها تمسك السكينه اصلا؟ غير كده كمان اخواته البنات كانوا بيقولوا ان هي شتمته قبل كده علشان هي كانت بتقول لاحمد يا احمد شيل الجزمه بتاعتك بتاعه الفرح، وهو رد عليها وقال لها يا هبه شيليها، فراحت حدفته بالجزمه بتاعته. وكمان كانت بتشتم بالفاظ وحشه جدا. اخواته برضو كانوا بيحكوا علشان هما في بيت عيله، كان قاعد وبيشوي قدام الباب بتاعهم، وبعدين كانت في حته شظيه كده من النار جت على رجليها غصب عنه، فقعدت تشتمه بشتايم وحشه جدا. يعني كانت سليطه اللسان وكمان ما عندهاش اي مسؤوليه. من وجهه نظري ان الموضوع ده حصل بسبب الاهل، مفيش اي تربيه، مفيش اي احترام، مفيش مسؤوليه للبيت اللي هي رايحه له. ودي من وجهه نظري المتواضعه جدا ان العيب على الاهل، لان الاهل ليهم دور كبير جدا في تعليم ابنائهم. الام كانت فين تعرفها الصح من الغلط، فالمسؤوليه اللي المفروض هتشيلها وهي رايحه بيت زوجها. يعني معلش كده، هو انت متجوزاه علشان خاطر تقعدي على تيك توك؟ طب انت ممكن كنتي تقعدي على تيك توك في بيت اهلك عادي جدا. الاهل يا جماعه ليهم دور كبير جدا في تربيه اولادهم وتعليمهم الصح من الغلط، يعرفوهم يعني ايه ربنا في المقام الاول، الخوف من ربنا. هي اصلا سليطه اللسان وبتشتم وبتقول الفاظ وحشه. مفيش حاجه اسمها ان انا ماسكه السكينه وهقتله بالغلط، مفيش حاجه اسمها كده. انت ليه بتمسكي السكينه من الاول؟ مسكتي السكينه يبقى فيها بالشرع اثبت ان في خبطتين على راسه من ورا، يعني هي قبل ما تضربه بالسكينه من قدام ضربته خبطتين على راسه عشان يفقد الوعي، وبعد كده راحت ضرباه بالسكينه. تهيالي ومن وجهه نظري ان كل الجرائم اللي بتحصل دي بسبب بعدنا عن ربنا وبسبب عدم الخوف منه. وكمان الاهل مش فاضيين ان هم يربوا اولادهم على العيب والحلال والحرام والصح والغلط. وصلتوا معايا للدقيقه دي من الفيديو، احب اشكر حضراتكم جدا على متابعه الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برايكم، تشاركوني في رايكم وتعملوا لي سبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.